للأسف نسبة شفائه لا تتعدى 1%. داخلين على الصيف خلاص، واول حاجه بتيجي في شنطه اي بنت هو واقي الشمس او اللي بنسميه الصن بلوك، وبندفع فلوس كتير جدا عشان نجيب انضف حاجه. بتلاقي دايما ان اللي بتحطه على طول ما هي بره وتقول لك ده اوريجينال، او اللي يقول لك لا ده طبي اصلا. تعالى بقى اقول لك اشهر الخرافات المتعلقه بالصن بلوك. قبل اي حاجه انت لازم تستخدم الصن بلوك ده سواء كنت فيه شمس او لا. كمان تلاقي اللي يقول لك مفيش حاجه اسمها شمس هتحرقك طول ما انت في الميه وبتعوم. دي اكبر خرافه احنا بنتعرض ليها، لان للاسف حتى لو انت بتعوم في الميه اشعه الشمس الضاره تقدر انها تخترق الجسم، كمان جلدك هيتضر من الشمس. شايف يا ابني كلام الناس اللي بتفهم؟ كمان بنلاقي مكتوب على علبه الصن بلوك ان تاثيره بيستمر طول اليوم، لانه طبعا غالي ونضيف وكده. وده من اكبر الاخطاء اللي ممكن تقع فيها وانت بتشتري اي صن بلوك، لان اي صن بلوك قوي وفعال تاثيره بيستمر لمده ساعتين بس، بعد كده بيبدا مفعوله وتاثيره انه يروح. كمان يا ريت ما تتخدعش لما تشوف جمله ان الصن بلوك ده بيقدم الحمايه الكامله 100% من الاشعه الشمس الضاره. بالتالي يا ريت ما تتخدعش في الماركات القويه للصن بلوك، ومش اي براند نجري عليه. وكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في خرافات جايه كتيره. سلام عليكم.